اهلا بيكم في قناة وصفة سهلة. يا سلام كده لما نصحى الصبح نعمل كده حاجة كده فطار رايق كده كله دلع كده ويبقى حلو وجديد وطعمه جميل وسريع جدا، مش هياخد مننا اكتر من 3 4 دقايق. احنا اول حاجة معانا اهو رغيف عيش ابيض. هنبتدي بقى ان احنا نفتحه كده بالشكل ده. انا اهو فتحت الرغيف، شايفين فتحته بالشكل ده. هجيب طاسة متكونش بتلزق ونحط فيها اهي حتة زبدة حلوة كده بالشكل ده. هنسيب الزبدة بقى تسيح معانا في الطاسة اهي، وهنزل معايا بقى بالعيش اللي احنا فتحناه بالشكل ده كده اهو. وهنجيب معانا بيضة وهنكسر البيضة في رغيف العيش كده بالشكل ده كده. شوية كده فلفل اسود صغننين، ونحط معانا سنة ملح صغيرة، ما نكترش الملح علشان احنا هنحط فيها جبن. هنبتدي بقى ان احنا نوزعها كده، نوزع البيضة كده في العيش، ونسيبه شوية كده على البوتاجاز لحد ما البيض يبتدي ان هو يستوي معانا شوية. ابتدى يستوي معانا اهو. هنبتدي بقى نحط الحشوات اللي احنا بنحبها. في ناس ممكن تحط لانشون، في ناس ممكن تحط سوسيس، جبن زي ما احنا بنحب. انا هحط شريحة جبنة تشيدر، وهحط معاها كمان حبة جبنة موتزاريلا. الحشوات دي زي ما قلنا زي ما بنحبها اهي. نقفل عليها العيش بالشكل ده كده اهي، ونسيبها بقى الجبن تسيح فيها، ونحمصها من الناحيتين من تحت ومن فوق اهو. شايفين البيض ابتدى يستوي معانا اهو. شايفين البيض من جوه اهو مستوي. انا قلبتها الناحيه التانية، بقلبها من هنا ومن هنا عشان الجبن تسيح معانا كده اهي. شايفين الجبن اهي ساحت معانا كده. بقى نبتدي ان احنا نطفي عليها. تمام كده الساندوتش بقى جاهز معانا. ده بقى نعمله الصبح في الفطار مع كوبايه شاي. ادينا بنقطع الساندوتش اهو، هيبقى حاجه كده تحفه. شايفين منظر الجبن وهي سايحه فيه، يعني فطار تحفه. اتمنى ان انتوا تجربوه. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.